السلام عليكم. فات أكتر من أسبوعين وإحنا بنتابع الأحداث المأساوية في غزة، وزي ما إحنا متعودين من كام سنة وخصوصا على فيسبوك وإنستجرام أغلب الحاجات اللي بتنزل يا بتتمسح يا الحسابات اللي بتنزلها بتتحظر. الكلام ده كان طبيعي بعد ما فيسبوك أعلن في 2016 عن اتفاق مع إسرائيل بيديهم السلطة إن هم يراجعوا أي محتوى مضلل أو بيحرض على العنف. يعني شوف يا أخي، هم اللي هيراجعوا إيه اللي بيحرض على العنف وايه المزيف. المهم الاتحاد الاوروبي كمان عنده قانون بيلزم مواقع التواصل الاجتماعي انها تمسح المحتوى المضلل، وطبعا المضلل هنا هو اللي هيخالف الروايه الحكوميه الاوروبيه مش اللي هيخالف الحقيقه. يمكن شفنا من كام يوم لما مسؤول في الاتحاد بعت لايلون ماسك خطاب بيستنكر فيه ان اكس ما مسحش المحتوى اللي بيدعم فلسطين، لكن اللي بتعمله ميتا مختلف عن اي مره قبل كده. الشركه قررت انها تتبع سياسه ترغيب وترهيب مع كل الحسابات هنا في المنطقه. هتتكلم عن القضيه الفلسطينيه ما حدش هيشوف البوست والريتش هيروح، وهتبقى بتكلم نفسك. هتتكلم في الهلس واي حاجه بره الموضوع هتاخد دعم اضافي. مش مصدقني؟ بص حواليك، اي صفحه كبيره او حد مشهور اتكلم عن الموضوع هتلاقيه اختفى من عندك. دور عليه ولو لقيته هتلاقيه يا دوب عنده كام لايك على كام شير كان بيجيبهم في 5 دقايق، هتلاقيهم على بوستات بالساعات. طبعا ده بينعكس بشكل مباشر على المحتوى المقترح، وخصوصا عند الاجانب. كتير من المحتوى اللي بيتكتب بلغات تانية غير العربي ما بيخرجش بره المنطقه العربيه وما بيوصلش لحد غيرنا. يعني لو حد مهتم بالموضوع مش هيظهر له الروايه بتاعتك، والروايه بتاعتهم هي بس اللي هتظهر. الموضوع كمان بيزيد في دول زي كندا مثلا، واللي فيه اكونتات المحتوى بتاعها ما بيظهرش وبيبقى مكتوب للكنديين المحتوى ده محجوب في كندا، وفي الاتحاد الاوروبي الحسابات دي اصلا ما بتظهرش حتى في البحث. طبعا الكلام ده مش معناه ان مفيش فايده من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وان نسكت ما دام صوتنا مش واصل. بالعكس، ناس كتير شافت الحقيقه من كتر ما الناس بتتكلم، بس في شويه حاجات محتاجين نعملها هتحسن وصول المعلومات بكتير. اول حاجه وهي الهاشتاجات. لحد دلوقتي مفيش هاشتاج واحد موحد الناس كلها بتكتب بيه، كل شويه حد بيعمل هاشتاج مختلف ومفيش هاشتاج بيطلع عليه ترند، ولو هاشتاج طلع ترند فبكل بساطه ما بيبقاش ترند عالمي. طيب والحل؟ في رايي ومن اللي شفته الكام يوم اللي فاتوا ان احسن حل يبقى التفاعل على الترندات العالميه، حتى لو الهاشتاج نفسه معادي للقضيه. يعني مثلا انت بتكتب محتوى بالانجليزي او الفرنساوي او الالماني او الكوري او اي لغه، هتحاول تشوف الهاشتاجات الترند اللي ليها علاقه بالموضوع، وزي ما قلت لك حتى لو معادي للقضيه استخدمه برضه. ده هيساعد ان اللي انت بتكتبه يوصل اكتر. ولو انت رافض الفكره يبقى على الاقل خش على الهاشتاج وحاول تنشر اللي بتكتبه في تعليقات او ريبلايز عشان هيبقى اسهل ان يوصل لناس كتير. تاني حاجه واللي بتفرق قوي هي استخدام الفي بي ان. لو انت بتكتب من الشرق الاوسط او من فلسطين فانت غالبا اللي بتكتبه مش هيتشاف او هيكون في نطاق محدود، فيفضل انك تستخدم في بي ان وتخليه في اوروبا، امريكا، كندا، اليابان، استراليا. ده هيساعد ان اللي بتكتبه يوصل اكتر. تالت حاجه حاول تستخدم لغه غير العربي. في الاخر احنا كلنا عارفين اللي بيحصل من واحنا صغيرين، نشر القضيه بلغه تانية هيكون مفيد اكتر وهيكون عملنا حاجه على الاقل ضد البروباجندا اللي بتحصل. رابع حاجه تجنب انك تكتب كلام فيه عنف حتى لو هم فعلا يستاهلوا العنف. يعني بلاش كلام من نوعيه الموت لاسرائيل او تجيب صور لناس بتعيط وشوف ازاي الصوره دي بتضحك والكلام ده مش هيساعد ان القضيه بتاعتك تنتشر او انك توصل صوتك. بالعكس ده انت بتضيع وقت. بلاش كمان تكتب حاجات من نوع الموت لليهود او كده. في الاخر اليهود اكبر بكتير من اسرائيل وفي منهم كتير ضدها. خلي كلامك هدفه هو اظهار الحقيقه مش الشتيمه او تمني الاذى او الموت. خامس حاجه بلاش تنشر صور للشهداء والمصابين، تكون الصور صعبه. الصور دي مش اي حد بيقدر يشوفها ومش اي حد بيقدر يتحملها، واغلب الناس لو شافت الصور دي هتقلب ومش هتشوف انت كاتب ايه. حاول اللي بتكتبه تبقى حاجه انسانيه بتسيب اثر من غير صور صعبه او صادمه. سادس حاجه حاول تخلي عندك محتوى عادي وسط اللي بتنزله، خصوصا على انستجرام. يعني لو ستوريز مثلا امسح كل الستوريز اللي عندك ونزل واحده او 2 محتوى عادي، وبعد كده نزل اللي انت عايز تنزله، وفي النص كده حاول تحط اي حاجه عاديه برضو عشان تحاول تقلل الاثر الجانبي اللي فرضه الالجوريثم. اخر حاجه ما تبخلش باي كلمه انت بتقولها. احنا شفنا حملات المقاطعه عملت ايه الكام يوم اللي فاتوا، والوعي اللي انتشر اثر قد ايه، والموضوع وصل لناس كتير ما كانتش تعرف غير الكلام المزيف اللي هم بيشيروه. فما تبخلش باي حاجه ممكن تنشرها. سلام.